الطريقة دي واحدة من أجمل الطرق لعمل النجريسكو. هنعمل ميكس رائع بين المكرونة وفاهيتا الدجاج وصوص البشاميل، وهنشوف هتطلع كريمية ولذيذة جدا ازاي. أول حاجة بحضر الفاهيتا وبسيب فيها شوية من المرقة اللي الفراخ نزلتها أثناء التسوية، يعني مش بسيبها تنشف خالص. بعد كده بضيف صوص البشاميل عليها عشان الطعم يتداخل مع بعضه كويس. بخلط معاهم نص كمية المكرونة، بكون سلقاها نص سلقة، وبضيف عليهم الزيتون. باقلب المكونات مع بعضها كويس، وبعد كده في صينية فرن مدهونة زيت أو زبدة أو سمنة بوزع الخليط ده مع بعضه، وبنزود باقي المكرونة المسلوقة علشان بتعمل طبقة متماسكة من فوق. هحط بعد كده طبقة موتزاريلا خفيفة، وبعدين بنزل بباقي كمية البشاميل ونوزعه كويس. هنا بقى هاحط طبقة كويسة من الجبنة الموتزاريلا، وباوزّع عليها شوية زبدة صغيرين على الوش علشان الموتزاريلا تفضل طرية وما تنشفش. دخّلت الصينية في فرن ساخن على أعلى درجة حرارة لحد ما الوش بقى دهبي، نُص ساعة بس وهيبقى عندكم واحدة من أحلى وألذ وصفات النجريسكو. بس كده وألف هنا.